ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض العيش الاسمر التحفه ده. ينفع ناكله في الدايت وينفع ناكله في اي وقت عادي، بمكونات بسيطه جدا ومش مكلفه. انا صراحه عملته عشان اكله في الدايت، لان دلوقتي التوست غالي زي ما انتوا عارفين، ب40 جنيه. فانا جبت كيلو دقيق ب30 جنيه وكيس خميره. ويلا نشوف عملناه ازاي. جبت كيلو دقيق، حب قمح كامل، وجبت زبادي، نص علبة زبادي، وكيس خميرة، ونص كيس بيكنج باودر، ومعانا البولة. هنحط بقى ايه، انا كمان كل العيش اللي انا عملته ده هما يدوبك كوبايتين ونص دقيق بس، يعني مخدتش الكيلو كله. حطيت عليهم نص معلقة ملح ونص معلقة بيكنج باودر، وجبت كوباية فيها مية دافية، مليت نصها، وحطيت معلقه سكر صغيره، وحطيت كيس الخميره كله، لان دي الحبه الكامله تقيل فبيخمر بصعوبه. عايزه تحط دقيق ابيض معاه حطي، لكن انا ما حبيتش، حطيت بس كيس الخميره كله، وحطيت نص علبه الزبادي وقلبته كده مع بعض. ولما الخميره فارت بقت اكتف، حطيتها بقى ايه على الدقيق، بس حطيتها حبه حبه عشان ما يكونش الميه كتير وتكون ملزقه معايا. وبس عجنت كده قد 5 دقايق. ما تخليش العجينه ناشفه ولا طريه قوي، يعني خليها لينه كده معاكي وحلوه. سيبيها نص ساعه تخمر، وهي بعد ما خمرت معانا بقت بالمنظر الحلو ده. عايزه اقولكم اللي انا حطيته دوت زعتر مجفف، بيدي للعيش ريحه وطعم تحفه. بعد ما خمرت بقى كده قطعتها لكور متساويه بالشكل ده وكورتها. اهم حاجة يكون متساوي وقد بعض عشان يطلعوا كله قد بعض. وهسيبها بقى برضو يجي 10 دقايق كده تخمر شوية. وبعد ما خمرت فردتها بالطريقة دي، ما تفرديهاش قوي ما ترفعهاش قوي، وبرضك ما تخليهاش تخينة قوي. هاتي بقى الطاسة على نار كده تكون عالية في الاول، وبعد ما تحطي العيش وطي سنة وسيبيها براحتها، ما تدهنيش الطاسة اي حاجة. شايفين العيش خمران ازاي وقابب وشكله حلو؟ ما شاء الله كان جميل. عايزه تحطي سنه زيت بس تمسحي الطاسه. عايزه بقى اوريكم العيش بعد ما خلص، مش قادره اقول لكم على الحلاوه ده. كنا حاطين عليه حبه البركه. بصوا طري ازاي. عملت بقى بصوا حلو قوي. عايزه اوريكم ان هو كمان بصوا عملت بقى كده بيه ساندوتش، فطرت بيه كان تحفه. هنزل لكم طبعا الطريقه في فيديو تاني. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على الانستجرام.